السلام عليكم. فيديو اليوم باش يكون تحلية سريعة في المقلاة، مكونات اقتصادية على الآخر وينجح معكم من أول مرة. كيف العادة ولا تقطعنا عادة، ما تنسيوش باش تخليوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. أكيد أنا في انتظار تعليقاتكم المزيانة. ما نطولش عليكم، خذيت بول خليت فيها كعبة بيض باش نزيد رشة ملح وعصرة قارص، وهكا القارص ينحينا ريحة البيض الكريهة. تنجموا تعوضوه بملعقة خل أو قطرات من الفانيليا من نفس الكيس باش نكيل كيس سكر. وكيف ما تشوفوا لا استعملت باتر لا استعملت فويل حتى شيء، بسباتولا نحرك، وحتى فرشيطة وإلا مغرفة تكفي بالغرض. المفيد يتخلط الخليط. زدت لهنا كيس زيت وباش نخلط وباش نكمل نزيد كيس حليب. كان لاحظتوا حاجة اني انا بنفس الكيس كيلت كل شيء. اش معناها؟ انا خديت كيس صغير خليت فيه كعبة بيض، مقدار هذيك البيضة اللي عبيت الكيس كملت به المكونات الكل، وبهكا تنجح معكم الكيك. اذا كان ما عندكمش ميزان استعملوا الطريقة هذه. به زدت لهنا كيس دقيق ابيرفة صغيرة خميرة حلويات. الفرينة بالطبيعة تختلف حسب النوع، فما اللي تشرب فما اللي لا. انا في الوصفة هذه استعملت كيس ونص فرينة، انه انا اخترت اني تكون كيك او شوكولا، دونك باش نزيد زوز مغارف كاكاو. تو خلي لكم المقادير كلهم قايدين في صندوق الوصف كان تحبوا ترجعوا لهم، ونعاود نقولهم معاكم شنو عملنا بالضبط. خلينا كيس فرينة، زدنا عليه مغرفة صغيرة خميرة حلويات، خلطنا، زدنا زوز مغارف كاكاو، حسينا انه الخليط جيري شوية، زدناه نص كيس فرينة. ان شاء الله يكون كل شيء واضح ومفهوم. كل شيء تخلط مع بعضه. تو مقادنا كان نطيبوها في المقلاة. خذيت المقلاة هذه الصغيرة، طنك الكمية شوية، النار لازمها تكون ضعيفة، دهنتها بالزبدة وباش نخلي فيها كمية الخليط. وكما قلت انها لازمها تكون ضعيفة، وهكذا تجيب في عقلها وما تتحرقش. وما نحيو الخطا كان ما نلقاوها نشفت. في نفس البول كيف ما تشوفوا ما غسلتهاش، باش نزيد زوز مغارف كاكاو، ربع كيس حليب وربع كيس زيت ومغرفة صغيرة شوكولاتة تختيني. باش نخلطهم منيح ونخليهم في الثلاجة يبردوا. هذه صوص باش نزينوا بيها الخليط من الفوق. الكيك متاعنا حضرت، توا باش نمشيو نشوفوها، باش نحي الخطا نلقاها نشفت كومبليتمون، باش نتاكد بسكينه والا بعود خشبي وراهي ما تلصقش في المقلاة، بما انه احنا دهناها بالزبده دونك ما تلصقش. وهي سخونه هكايا نزيد عليها صوص اللي حضرناها مع بعضنا هكايا من الفوق. تنجموا تخليوها هكايا وتنجموا تزينوها فيكيا والا بيبيتو شوكولا والا حتى نودو كوكو. بالنسبه لي انا عندي بسكويت بنين، دونك رحيته باش نزين بيه من الفوق. وكيف ما قاعدين تشوفوا ما هيش مكلفة حتى طرف، معناها باللي متوفر في الدار الطيب أبن كيك. بين التحضير والتطيب ما خذيتش ربع ساعة. ان شاء الله تكون الفكرة عجبتكم، اتمنى تجربوها وتعطيوني رايكم. وتو ما بقى لي نقولكم كان باي باي.